يا مساء الفل. مساء الفل على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. لايف جديد هندردش كده مع بعض فيما يدور على الساحة الرياضية من أخبار وأحداث، وبالأخص أكيد الأخبار والأحداث الدائرة في نادي الزمالك. تحياتي لحضراتكم جميعا. هبدأ حالا مع حضراتكم. لأنه اللايف طويل النهاردة، عندنا موضوعات كتير وموضوعات كلها مهمة إن شاء الله. يلا بينا بس ندخل الناس بتاعة اليوتيوب كده. تحياتي لكل أصدقائي على اليوتيوب، برحب بحضراتكم ولايف جديد. برحب بأصدقائنا أكيد على الفيس وعلى التيك توك، أصدقائي الغاليين دكتور عادل وصديقي الغالي الأستاذ أحمد فارو وزينة وكل الناس على التيك توك منورين الدنيا. معانا ايه في اللايف النهاردة؟ في جزئنا الأول حل مشاكل الزمالك بتبرع ضخم، حوار مهم في جزئنا الأول. الجزء الثاني فضيحة الأمن الإماراتي وخذلان عبيد الإمارات، حوارنا في الجزء الثاني. انتهاء أزمة بازيرا وبنتايك، حوارنا في الجزء الثالث. 8 منتخبات عربية في كأس العالم، حوار مهم في الجزء الرابع. أزمة البرو، حوارنا في الجزء الخامس. وفي الجزء السادس والأخير فقرتنا المحببة، فقرة الفلاسة. دي الحاجات اللي هتبقى معانا النهاردة. نستعلى بقى باللايكات، وعلى اليوتيوب والتيك توك السبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وهبدأ مع حضراتكم على طول بحل مشاكل الزمالك بتبرع ضخم. الحقيقة انه زي ما قلت لحضراتكم، الزمالك عمره ما بيموت وعمره ما هيموت. النهاردة تبرع ضخم بينعش خزينة نادي الزمالك، والحقيقة انه التبرع بيجعلني يعني انا قلت لحضراتكم قبل كده ان انا ما عنديش مشكلة مع الاشخاص، ما عنديش مشكلة شخصية مع الاشخاص. انا دايما عندي مشكلة مع الناس اللي بتأذي نادي الزمالك والناس اللي بتضر نادي الزمالك. ولكن انا لا عندي مشكلة شخصية مع حسين لبيب ولا مجلس ادارته، ولا اعرف حد فيهم ولا حد فيهم يعرفني، ولا تربطني باي حد فيهم اي صلة. الصلة الوحيدة ان انا شايف الناس دي بتؤذي نادي الزمالك. ولكن اما الناس او اما نلاقي حد منهم بيعمل عمل كويس اكيد هنقول عليه. اما نلاقي حد منهم بيحل مشكلة واقع فيها نادي الزمالك اكيد هنقول عليه يعني. والنهاردة الحقيقة الكابتن حسين لبيب بيضرب مثل رائع في الايثار وفي حب نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب النهاردة عمل شيء عظيم، انقذ بيه الحقيقة نادي الزمالك يعني من كل المشاكل المالية. وقرر الكابتن حسين لبيب ان هو يتبرع اخيرا لنادي الزمالك عشان ينقذه من ازمته. فانا من هنا بعتذر للكابتن حسين لبيب عن كل فيديو او لايف انا هاجمته فيه. الراجل الحقيقة يعني بيثبت ان هو راجل محب للنادي، وبيتبرع النهاردة بمبلغ ضخم جدا بيسد كل احتياجات نادي الزمالك. الكابتن حسين لبيب يا جماعة اتبرع النهاردة
ب2500 دولار عدا ونقدا الى لا مش تبرع. كابتن حسين لبيب النهارده ادى نادي الزمالك قرض حسن، ده حتى مش تبرع، انا كنت يعني معلش، ادى نادي الزمالك قرض حسن بمبلغ مرعب، مبلغ مرعب، 2500 دولار. اتبرع ب2500 دولار. كل مشاكل نادي الزمالك اتحلت خلاص. ال2500 دولار اتبرع ايه؟ ده قرض حسن. كنت خده قرض بفوايد. والله حسن ليه؟ حسن ليه يا كابتن حسين؟ 2500 دولار وهان عليك تمن ايفون. كابتن حسين اللي معاه توكيل ايفون في مصر، يعني كل واحد ماسك تليفون ايفون من حضراتكم حسين لبيب ليه فيه. حسين لبيب ادانا قرض حسن كام بقى؟ 2000 طب كملهم 3. كملهم 3000. كملهم 3000. ليه 2500؟ ليه 2500؟ يلا خيبك، يلا خيبكوا، يلا خيبكوا اكتر ما انتوا خايبين. يا راجل ده انت ما كنتش اديتهم ارحم. يا راجل ده انت ما كنتش اديتهم والله ارحم. 2500 دولار. يعني 120,000 جنيه. المشكلة ان عملهم قرض، انه حتى مش تبرع. انتوا يعني انتوا واصلين، انتوا واصلكوا. الناس دي وصلت لايه؟ 2500 دولار. ما حتى ما دخلهمش بند تبرع، ما دخلهمش بند تبرع. والله ما بهزر، والله العظيم ما بهزر. اهو اهو فاكريني بهزر؟ اهو الموضوع رقم 14. ناقش المجلس ما عرضه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة بشأن قبول قرض حسن لحين موافقة الجهة الإدارية والمقدم منه بمبلغ 2500 دولار فقط. 2500 دولار لا غير، يعني كاتبها لك بالحروف كمان عشان لو نسيت صفر ولا هتفكر 25,000 دولار ولا دماغك تروح لبعيد. لا، عامل لك قوسين اهو وكاتب فقط 2500 دولار لا غير، وذلك لسداد جزء من مستحقات اللاعبة ميليكا لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات. تقريبا ده قرار قديم يعني أو من زمان، لأن ميليكا دي بقى بتهيألي مشت ولا لسه موجودة؟ بتاعت الطايرة دي حد يقول لي، ميليكا دي لسه موجودة ولا مشت؟ أولا قرر المجلس الموافقة على قبول القرض المقدم من الكابتن حسين لبيب بمبلغ وقدره 2500 دولار فقط. 2500 دولار لسداد جزء من مستحقات اللاعبة ميليكا. ثانيا مخاطبة الجهة الإدارية للموافقة على قبول القرض. ثالثا توجيه الشكر لسيادته على مبادرته الكريمة. أنا متخيل الراجل بتاع الجهة الإدارية وهم قاعدين، والله بتوع الجهه الاداريه وهم قاعدين مثلا جاي لهم الخطاب من نادي الزمالك، قال لك الحقوا في قرض حسن دخل، يا الحمد لله اشهد ان لا اله الا المشاكل اتحلت. يفتح كده الجواب يلاقي الكابتن حسين لبيب متبرع ب2500 دولار. والله لا تقلب غرزه زي محمود عبد العزيز في الكيف. 2500 دولار. والله انا متاكد ان الناس بتاعت الجهه الاداريه وهم قاعدين طقوا على بعض وقعدوا يضحكوا ساعه، وقعوا على تحت المكاتب من الضحك من هذا العبث اللي بيحصل، من هذا العبث اللي بيحصل. ال2000 بس واحد بيشرب سجاير فرط هيتبرع بايه؟ هيتبرع ايه؟ يا ريت يتبرع.
ده قرض، ده اعملهم قرض. ده لو واخدين قرض من تساهيل هيبقى اكتر من كده. لو نادي الزمالك راح تساهيل اللي هي القروض بتاعت في نفس اليوم دي، والله هيصرفوا له اكتر من كده. لا حول ولا قوة الا بالله. فضيحة الامن الاماراتي وخذلان عبيد الامارات، حوار مهم في الجزء الثاني. النهارده مباراة ما بين المنتخب الاماراتي والمنتخب القطري في الملحق الصعود لكأس العالم، الكسبان صاعد. فمنتخب قطر المباراة طبعا بالقرعة، القرعة جابت ان الماتش يتلعب في الامارات. منتخب قطر كسب 2-1 وصعد، بنبارك له لكأس العالم على حساب المنتخب الاماراتي. عشان نلاقي اعظم امن في العالم والقانون الاعظم في العالم، القانون الاماراتي الاعظم في العالم، وامن الملاعب الاماراتي الاقوى في تاريخ العالم وفي تاريخ الرياضة، نلاقي بقى مش هرج ومرج ومشاكل، مدعكة على رأي احمد ادم القرموطي، معجنة. دي كانت معجنة، نلاقي معجنة. تعالوا اتفرجوا معايا كده على هذه المعجنة، تعالوا نتفرج مع بعض على هذه المعجنة. ده بقى اقوى امن، ده الامن الاقوى في العالم. اتفرجوا على الفضيحة، اتفرجوا على الفضيحة، اتفرجوا على الضرب وعلى التعدي على لاعبي المنتخب القطري. وده الامن الاقوى، دي السيطرة. دي السيطرة، ده الامن المسيطر، ده الامن الاقوى في العالم المسيطر. والعيال دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي مش متعودين على هرجلة الامن المصري. انما الامارات بلد القانون وبلد الامن الحاسم، بلد الامن الحاسم. ده الامن وده الجمهور الاماراتي وده الامن الاماراتي، ده الامن الاماراتي. انا بس مش بيضايقني في القصة دي غير العيال العبيد، المصريين العبيد. ما في مجموعة من المصريين اهلاوية كلهم عبيد، وفي بعض الزملكاويه للاسف عبيد، سابوا اللي حصل سابوا اللي حصل لدونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، هذا التعدي السافر عليهم، ان لعيبه في ملعب. هل حد من هؤلاء الاخوه الاماراتيين هيتحبس؟ بغض النظر الشغب ده من جمهور الامارات، يعني جمهور قطر اللي كسب هو اللي عامل الازمه. قطر كسبت وصعدت، مين بيعمل مشاكل بقى؟ جمهور قطر. هو طبعا كلهم لابسين ابيض شبه بعض يعني، ولكن اللي هيعمل شغب وهيعمل مشاكل الجمهور الاماراتي. هل حد فيهم هيتحبس؟ الاخوه العبيد اللي طلعوا انتقدوا الزمالك وانتقدوا دونجا وانتقدوا شلبي وانتقدوا عبد الواحد السيد، بغض النظر الماتش كان في قطر ولا في الامارات، اللي عامل الشغب ده مين؟ مش ده جمهور الامارات ولا جمهور مين؟ حد فيهم اتحبس؟ الامن الاماراتي اخباره ايه؟
القانون الاماراتي اخباره ايه؟ الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش في الامارات. انا هدخل اشوف الماتش كان في الامارات، انتم ملخبطيني. ناس بتقول في الامارات وناس بتقول في قطر. ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة. بس اللي عمل الشغب جمهور الامارات الخسران، الجمهور الخسران اللي شغلني بقى العيال العبيد. العيال العبيد ان عشان دول لعيبة نادي الزمالك طبعا لازم احنا نقف. ده بقى دول الاعداء، فاحنا لازم نقف مع اي حد. فالامارات يبقى الامارات ده اعظم قانون، اعظم جمهور، مفيش الشغب ده. هم مستغربين العيال البلطجيه بتوع الزمالك هناك، مفيش الكلام ده. ده هم مستغربين انه ازاي بيحصل كده، ازاي بيعملوا كده في الملاعب. والبلطجه اللي حاصله دي، ده الواد الاماراتي نازل طاير على لعيبه واحد من الجمهور طاير على لعيبه المنتخب القطري. بس طبعا احنا عندنا العبيد لحاسين الجزم، لازم يلحسوا لاي جزمه خليجيه، لازم يلحسوا لاي جزمه خليجيه. طبعا كل الاحترام للشعب الاماراتي وللشعب القطري، وبنبارك لمنتخب قطر. بس الشيء بالشيء يذكر، بس عندهم شغب زينا، مش سويسرا يعني. بيضربوا بعض وبيطحنوا بعض اهو يعني، مش شعب الله المختار يعني. هم حبيبي يا استاذ مايكل، الف شكر يا غالي، الف شكر على النجوم. صديقي الغالي مايكل اسعد. بيفرموا بعض اهو. دي تيجي ايه بقى الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده، يجي ايه جنب اللي حصل من دونجا او من شلبي او من عبد الواحد السيد؟ عيال بتطير في الواد طاير مقص مصارعه، الواد طاير مصارعه. هل مصطفى شلبي عمل كده وعبد الواحد السيد؟ هل العيال دي هتتحبس؟ هل العيال اللي حصلت، العيال الاماراتيين دول هيتحبسوا؟ والله العظيم ما هيتحبسوا، والله العظيم ما حد هيدوس لهم على طرف، ولا يرجعوا النهارده الامارات معززين مكرمين. بس احنا بس اللي رخاص. هشكر صديقنا طبعا ماهر حنا من امريكا، الف شكر يا غالي على النجوم. احنا بس اللي رخاص وبنرخص نفسنا، وللاسف بيرخصنا بعض العبيد اللي هنا، لحاسين الجزم اللي هنا، اللي يقولك الامارات مستائين، والله مستائين، مش هيستقبلوا كاس السوبر عشان زعلانين قوي من اللي حصل من الولاد الموتورين عبد الواحد ومصطفى شلبي ودونجا. زعلانين والله، العيال دول موتورين. طب والعيال اللي كانت بتطير النهارده دي، العيال اللي كانت بتطير النهارده دي ايه الاخبارهم؟ موتورين دول ولا اماراتيين؟ مؤدبين دول ولا موتورين؟ هيتحبسوا دول في قطر ولا هيرجعوا معززين مكرمين؟ والله لا يرجع، والله ما هيتحبسوا. احنا بس اللي رخاص، عشان عندنا علم هنا رخيصة، عشان عندنا هنا علم عبيد، عشان عندنا علم هنا عبيد.
عامة هارد لك، هارد لك، تعيشوا وتاخدوا غيرك. انتهاء أزمة بازيرا وبنتايج. على الناحية التانية بقى، رجل أعمال عادي، مش عضو مجلس إدارة، مش رئيس نادي، مش أي حاجة، مش أي صفة. رجل أعمال زملكاوي محترم محب لنادي الزمالك، بيتبرع ب$300,000. بيتبرع ب$300,000 لنادي بيتبرع يا حسين، يا حسين، بيتبرع، مش قرض حسن، بيتبرع ب$300,000 لنادي الزمالك عشان يدفع مستحقات بازيرا ومحمود بنتايج ويقفل القصة بتاعت الانذار بتاعهم اللي تم توجيهه من اتحاد الكرة وتنتهي القصة. اتبرع ب$300,000، مش عمل قرض. عمل قرض حسن، عمل قرض عسل. ده قرض عسل يا حسين، والله قرض عسل. قال لك قرض حسن. الراجل اتبرع النهارده ب$300,000 لنادي الزمالك. مفيش يا جدعان تدعيم تركي آل الشيخي، مفيش الكلام ده. ف طبعا قلنا انهم بعتوا انذارات، والانذارات دي بتبقى مقدمات لفسخ التعاقد. اتحاد الكرة بيمهل النادي فترة 15 يوم زي ما قلنا، كانت بتنتهي النهارده اللي هو الاربعاء، اليوم الجديد بقى. ولكن نادي الزمالك بيودع في حساباتهم جزء من مستحقاتهم، وبتتقفل قصة رحيلهم عن او فسخ التعاقد مع نادي الزمالك. انا سبحان الله في نفس اليوم بتاع القرض الحسن بتاع الكابتن سونا، يجي رجل اعمال من بره خالص، من بره النادي، ما لا عضو مجلس اداره ولا رئيس نادي ولا اي حاجه، يدوا خدوا $300,000، يعني 15 مليون جنيه. وحسين، حسين، طب والنبي مش هتبقى مكسوف وانت بتقول لهم هاتوا $2,500 اللي عليكم يا جدع انت؟ 8 منتخبات عربية في كأس العالم بعد صعود النهاردة. طبعا فاز المنتخب القطري على المنتخب الإماراتي وصعد مباشرة إلى كأس العالم. والله يا المفروض تكون كده كلاوي، بس اعتبرها ضحكة. وتعادل المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي رغم تساويهم في عدد النقاط وتساويهم في فرق الأهداف، ولكن لسوء حظ المنتخب العراقي إنه السعودية صعدت بأفضلية تسجيل الأهداف. يعني المنتخب السعودي مسجل 3 ومستقبل 2، المنتخب العراقي مسجل هدف وما استقبلش. فرق الأهداف هنا 1 وهنا 1، ولكن المنتخب السعودي صعد عشان هو سجل 3 أهداف. فمليون مبروك أيضا للمنتخب السعودي. العراق عندها فرصة والإمارات عندها فرصة، الاثنين هيلعبوا على الملحق الأسيوي، مين فيهم هيصعد لكأس العالم. إن شاء الله العراق، يعني نتمناها العراق. وبكده يبقوا 3 منتخبات بيتضافوا إلى ال5 منتخبات الصاعدة اللي هي مصر والأردن وتونس والجزائر والمغرب. 5 منتخبات ومعاهم 3 منتخبات، 8 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ كأس العالم. محمد عثمان بيقول الدنيا فرحة كبيرة هنا في قطر. طبعا قطر أول مرة تصعد كأس عالم من التصفيات، يعني قطر كأس العالم الوحيد اللي لعبته اللي هو كأس العالم اللي فات 2022 وكانت بتلعب كمنظم، إنما قطر أول مرة تصعد من التصفيات. صعدت النهاردة إلى كأس العالم، أول مرة في تاريخها تصعد من التصفيات. النهاردة كمان صعد منتخب جنوب إفريقيا في مفاجأة مدوية رغم العقوبة اللي وقعها عليها الكاف، على الاتحاد الجنوب إفريقي بخصم 3 نقاط من رصيده، إلى إنه المنتخب الجنوب إفريقي بيفوز النهاردة تقريبا على رواندا 3-0،
وبيصعد هو كمان لكأس العالم، ونيجيريا لم يشفع لها فوزها النهارده برضو بأربع أهداف مقابل لا شيء. صعدت جنوب أفريقيا متصدرة ب 18 نقطة، خلفها نيجيريا ب 17 نقطة، ولكن نيجيريا هتلعب في الملحق يعني المؤهل وقد تصعد يعني. ده فيما يخص الفرق الصاعدة. مليون مبروك للثمان منتخبات. عشان بس الناس بتوع الإنكاس، في ناس تانية بتاعت إنكاس، مصر صعدت، الأردن صعدت أول مرة في تاريخها لكأس العالم، المغرب صعدت، الجزائر صعدت، تونس صعدت، قطر لأول مرة بتصعد من التصفيات، السعودية صعدت، بغداد والإمارات كمان، بغداد إيه، العراق والإمارات هم كمان عندهم فرصة الصعود. ودي أول مرة هتحصل في تاريخ كأس العالم يبقى فيه 8. يعني لما كانوا بيبقوا 4 منتخبات نقول ياه، مش عارف حصلت قبل كده 4 تقريبا. كان تونس والسعودية والجزائر والمغرب. أكبر عدد للمنتخبات العربية كان 4 منتخبات. النهاردة أنت العدد بيتضاعف، يعني 8 منتخبات، 7 صعدوا خلاص بشبه رسمي، ومنتخب عربي كمان مؤهل للصعود. أزمة البرو حوارنا في الجزء الخامس. الواد البرو، الواد زيزو، يعني كان الواد يعني كان الواد زيزو، الواد البرو كان يعني مستحمل بالعافية البت قايلة. يقوم الواد النهاردة، الواد زيزو، يجيب له بنت تانية سماها صبحية هو سماها صوفيا، بس يعني انت عارفين الجعانين بيبقوا في مسألة الثقافة دي بتبقى بعافية شوية. وبعدين انت طالما عيل جعان، ابن جعان، ما تعيش عيشة اهلك يا عم، ما تعيش عيشة اهلك يا عم، ما تسمي الاسامي العادية دي. حبيبي يا ابو حميد صديق، انت هنا ولا هنا؟ انت تيك توك ولا فيسبوك ولا ايه؟ بتبعت هنا وبتبعت هنا كتير قوي كده. صديقي الغالي احمد فارو طبعا لسه بعت لنا حاجات هنا على التيك توك وجاي يبعت على الفيس. خش على اليوتيوب بقى. المهم، فكاتب صوفيا بي اتش اس او بي اتش اي اي، هي المفروض صوفيا بالاف عادي يعني، انما بي اتش دي بقت صبحيه. والله اس او بي اتش اي اي صبحيه على طول، مش صوفيا. اسمع، لا بس الجعانين في مساله الثقافه دي مبقاش عندهم وقت يعني. الاكل بيبقى واخد كل وقته، فتلاقي جعان دايما فما بركزش في قصه. بص يا حبيبي، في الانجليزيه صوفيا دي بالاف، مفيش بي اتش دي. يعني بي اتش دي ما مش موجوده حبيبي يا بوب. بي اتش بقت صبحيه، وبعدين هي لايقه عليك صبحيه. صوفيا ايه؟ صوفيا ايه صندوق. قال صوفيا. فالواد بقى محتار طبعا. كان شغال على بامبرز مقاس 5، دلوقتي الواد البرو دخله دلوقتي بامبرز جديد مقاس 1، هيبدأ بقى يظبط اموره. فقلبي عنده الحقيقة المفروض كمان الواد الجعان يزوده شوية، لان الواد هيشتغل بقى تغيير بامبرزات. كان بيغير لآيلا مقاس 5، دلوقتي هيبدأ يغير لصبحية مقاس 1، لسه هتبدأ بمقاس 1. والرضاعة بقى مش عارفين بقى هيبقى طبيعي صناعي بتاع. فالواد كتر خيره الحقيقة، الواد تعبان معاه. قصة اللخبطة في البمبرزات دي مش عارفين هيحصل بقى تعارض ولا ايه. انا بقترح على الواد الجعاني يشوف اي حد معاه، يعني يشيل ده مثلا مقاس 5، يشيل ده مقاس عند حضرتك معلومة خالد أوزي حبيبي يا خالد. هيدفع في رجل اعمال النهارده دفع 300 الف دولار تبرع، اتدفع لبنتايك وبازيرا عشان الانذارات بتاعت اللي هم باعتينها عشان فسخ التعاقد دي. فربنا يكون في عون البرو يعني.
أخيرا بقى فقرتنا المحببة، فقرة الفلاسة. يقول البرطمان، قال لك الطرح الزملكاوي إعلاميا من ضيوف ومقدمين برامج من بداية الموسم هو إن زيزو راتبه عمل مشكلة في أوضة اللبس. طب هل في لاعب صرح تصريح للإعلام عن المشكلة دي؟ الإجابة لأ. طب في لاعب تمرض أو غاب عن تدريب أو عمل أي أزمة؟ الإجابة لأ. طب الأهم، هل هو أصلا الأهلي عنده مشكلة في توفير راتب زيزو أو غيره أو أي أزمات مالية؟ برضو الإجابة لأ. بصوا العيال دي والله العظيم هو تشبيه في النهاية، عاملين زي بني إسرائيل، اللي هو إحنا يعني لازم نشوف ربنا عشان نعبده. احنا ما هتيجي كده، هتجيلي كده، هجيلك كده، انا لازم اشوف ربنا عشان اعبده. هتحاول معايا بقى يا موسى تقول لي وتقنعني، انا مش هقتنع. وريهولي هعبده. انا لازم اللي اعبده اشوف. عشان كده عبدوا العجل، ما عبدوش ربنا، عبدوا العجل. ف هو ده الوضع. يقول لك ده انت شفت تسليحات لحد بيقول ده انا عايز ابقى زي سيسو. لاعب بياخد 160 مليون، ولاعب تاني زي عبد القادر مثلا النهارده بيعرضوا عليه 15. قال لهم لا انا عايز 50. ما في لاعب في الفرقه بياخد 160. محدش يقول لك بقى ايه، خلي بالكم بقى الاعلام بقى بتاعهم، وخلي بالكم بقى اعلام بني اسرائيل، خلي بالكم بقى احنا جبنا بقى سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، وخلاص بقى عملوا ظبط وربط وهيقعدوا مع اللعيبه ومفيش لعيبه خلاص. الكلام ده كان زمان. النهارده احد اللجان قاعد بتفرج والله كده بالصدفه، فلقيت لا، قال لك لا بقى ده بقى في ظبط وربط، وقعدوا مع عبد القادر النهارده وقالوا له بص يا عبد القادر تعالى بص على مروان عطيه اللي شايل النادي الاهلي بياخد كام؟ بياخد 10 وهنزوده 5 هيبقوا 15، وده لاعب اساسي في تيم النادي الاهلي وشايل النادي الاهلي. طب ماشي، وزيزو بياخد 160 وتريزيجيه بياخد 70. ما اقل رد. ما انا قاعد، انا احمد عبد القادر النهارده مش جاي لي بقى سيد عبد الحفيظ ولا وليد صلاح الدين، جاي لي صالح سليم. طلعوا صالح سليم من التربه جابوهولي. ايه يا ابو حميد يا حبيبي، مش عايز تجدد ليه يا ابو حميد؟ والله يا كابتن صالح يا اسطوره، في لاعب زميلي في الفرقه بيلعب زي عنده رجلين برضه، زي بيلعب بالرجلين زي ما عندوش 4 يعني، بياخد 160، ولاعب تاني بياخد 70 مليون، وهم بيقولوا لي تاخد 15. يرضيك يا اسطوره؟ يرضيك الكلام ده يا اسطوره؟ يا ابني هو انتوا، احنا شايفين الشمس ما عايزيننا ما نشوفهاش؟ يقول لك لا ده مش شمس، خلي بالك مش هي. لا ده الشمس انا اللي شايل، لا مش هي. مفيش مشاكل. حكم بياخد 160 مليون بس مفيش مشاكل. اللعيبه راضيه. طب اللعيبه بني ادمين. انا النهارده لو شغال في الشركه انا باخد 5 وزميلي بياخد 50 وبيعمل نفس اللي انا بعمله، هسيب الشغل؟ يا مش هشتغل، والله ما هشتغل. اي بني ادم كده والله ما هيشتغل. لو هو مين؟ لو هو نبي مش هيشتغل. لو هو نبي منزل مش هيشتغل. ما انا وهو بنعمل نفس الشغل. انتوا بتدوه 50 وبتدوني 5. هل انا هشتغل؟ والله ما هشتغل. ابو 50 بقى يشتغل يحللهم بقى. ابو 50 عايزين تقنعونا بايه يلا؟ عايزين تقنعونا بايه؟ نعبد العجل زيكم؟ طب نفس الناس اللي كانت بتصدر أزمة للأهلي بالسؤال والطرح الإعلامي ده موقفهم إيه من تصريح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك
ان الزمالك اللي عليه الديون دي ومش عارف يدفع رواتب اللعيبه، جاب خوان الفينا بمبلغ قال عنها اول مره ندفع فلوس زي كده في لاعب، واللي اتدفع فيه ما اتدفعش قبل كده في لاعب في الخمس والست سنين اللي فاتوا. احمد سليمان قال كده عشان اهلاوي. احمد سليمان قال كده عشان مش عايز جون ادوارد. احمد سليمان قال كده عشان طيروا له المصلحة. انت استشهدت بكلام احمد سليمان عشان اهلاوي زيك، عشان بيزعل اما بقول عليه اهلاوي. اهلاوي وكلامك موجه للاهلاوية وبتخاطب الاهلاوية وكلامك بينقله الاهلاوية. يا اهلاوي ولا عمرك هتكون زملكاوي، ومش معنى ان انت كسبت وبقيت عضو مجلس ادارة في الزمالك تبقى زملكاوي. والله ما حصل، والله ما حصل. اهلاوي وهتعيش وتموت اهلاوي. فده اللي حاصل. يقول لك تاني ايه بقى؟ في حلقة في ظهر الأهلي اتكلمت عن تصريح أمين صندوق نادي الزمالك الأستاذ حسام المندوه، واللي قال إن حجم إيرادات نادي الزمالك 500 مليون جنيه وحجم مصروفاته مليون و600 مليون، مليار و600 مليون، وإن النادي بيحقق عجز مليار و100 مليون. طبعا بعيدا عن هذا العته اللي قاله الأخ حسام المندوه. حسام المندوح ده اللي بيقول لك ايراد الزمالك 500 مليون. طبعا كل الكلام ده عشان يداري على فشله الذريع. بس الاخ حسام المندوح مضيع اصلا 400 مليون جنيه. اللي بيقول لك ايرادنا 500 مليون، انت كان ممكن تاخد في اقل عقد لجيل زيزو 8 مليون دولار، يعني 400 مليون جنيه انت ضيعت اصلا. يعني انت ضيعت يعتبر مدخلاتك كلها. طبعا استحاله يكون نادي الزمالك مدخلاته بس ورعاية وبيع لعيبة وإيرادات محلات وعضويات واشتراكات كل ده 500 مليون. ليه؟ نادي سموحة ولا ايه؟ ايه العبط ده؟ بس طبعا هو حسام المندوح لازم يطلع يقول كده عشان يبرر فشله، عشان يبرر الطين اللي هم عاملينه، عشان يبرر الديون اللي معموله. لازم يطلع يقول الكلمتين دول. انا مش هتكلم على حسام المندوه، انا هرد عليك بس يا ده برطمان. يالا عندك عضو مجلس اداره اسمه محمد الضماطي طلع قالك ايرادات النادي الاهلي دولاريا من 6 ل 8 مليون دولار في السنه. فسألوا المذيع قال له ومصروفاته؟ قال له مصروفاته 18 مليون دولار، يعني في عجز من 10 ل 12 مليون دولار سنويا. بتجيبوها منين بقى؟ مش ده عضو مجلس ادارتك اللي طلع قال الكلام ده؟ سمعته يا برطمان ولا كنت مقلوب على وشك؟ ده اللي حاصل. الناس بقى اللي عايزة تكمل معانا على التيك توك هنبدأ ندخل الناس دلوقتي على التيك توك، فاللي عايز بقى يتحول معانا على التيك توك يلا بينا. هناخد مداخلات من البعض كده زي ما احنا متعودين. السلام عليكم.